مرحبا وأهلا بكم في قناة تركيا دراما تيفي. اليوم عندنا موضوع مهم جدا لكل عشاق الدراما التركية. تخيلوا أن خلال الأشهر الأخيرة اضطررنا نقول وداعا لست مسلسلات تركية شهيرة. بعضها كان ناجحا جدا وبعضها للأسف مستمر بسبب مشاكل مختلفة. في هذا الفيديو رح نحكي بالتفصيل عن كل مسلسل، الأسباب الحقيقية وراء الإيقاف، وكيف كانت ردة فعل الجمهور. خلونا نبدأ. أولاً، مسلسل العائلة هذا المسلسل كان ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر، خصوصاً مع وجود النجمين كيفان شتاتليتو وسيرينا ساريوكاين. القصة كانت تدور حول صراعات عائلية داخل عائلة غنية، مع مزيج من الدراما والإثارة. لكن للأسف بعد الحلقات الأولى بدأ الجمهور يشتكي من بطء الأحداث وتكرار الأفكار، ومع الوقت نسب المشاهدة انخفضت بشكل ملحوظ، وقررت القناة إنهاء المسلسل مبكراً. كان وداع هذا العمل صدمة كبيرة لجمهوره، لأنه كان يملك إمكانيات كبيرة لكنه ما قدر يستغلها بالشكل الصحيح. ثانياً، مسلسل المستأجر المثالي بوسرسس كيرس. هذا المسلسل كان مليئاً بالغموض والتشويق، وقصته كانت عن صحفية تنتقل لشقة جديدة لتكتشف أسراراً مرعبة عن السكان. رغم البداية القوية والعمل على تقديم حبكة مشوقة، إلا أن المسلسل فقد الزخم بسرعة، وأصبح الجمهور يشعر أن الأحداث متوقعة وغير منطقية. هذا انعكس بشكل كبير على نسب المشاهدة، مما أجبر القناة على اتخاذ قرار إيقافه بعد موسم واحد فقط. ثالثاً، مسلسل الفخ تيوزاك كان واحداً من أكثر المسلسلات المنتظرة، خاصة لعشاق الأكشن والإثارة. القصة كانت تدور حول شاب يسعى للانتقام من عائلة فاسدة دمرت حياته. لكن مع تقدم الحلقات شعر الجمهور أن العمل يركز بشكل مفرط على مشاهد الأكشن على حساب تطوير الشخصيات. حتى مع وجود نجم مثل أكين وكين وزو، المسلسل لم يحقق النجاح المتوقع، وانتهى قبل أن يصل إلى ذروته. رابعاً، مسلسل الوردة السوداء كيراغول. هذا المسلسل كان له قاعدة جماهيرية كبيرة واستمر لعدة مواسم. قصته كانت تجمع بين الدراما الاجتماعية والرومانسية، وكانت مليئة بالصراعات العائلية والتحديات. لكن مع الوقت بدأت الأحداث تتكرر، وأصبح الجمهور يشعر أن القصة استنزفت كل ما يمكن تقديمه. القناة قررت إنهاء المسلسل على الرغم من تعلق المشاهدين به، وكانت النهاية بترسويت بالنسبة للكثير. خامساً، مسلسل القضاء يارك. دراما بوليسية مميزة جمعت بين الإثارة والغموض. القصة كانت تدور حول محامي ومدعي عام يعملان معاً لحل قضايا معقدة، وكانت حبكة المسلسل تجذب المشاهدين بكل حلقة. لكن في الموسم الأخير بدأت القصة تفقد بريقها، حيث أشار المشاهدون إلى أن الحبكة أصبحت متوقعة ولم تقدم جديداً. مع انخفاض نسب المشاهدة، قررت القناة إنهاء المسلسل لتجنب تراجع سمعته. سادساً، مسلسل الوعد سوز. مسلسل مليء بالمشاعر الوطنية والأكشن، يحكي عن حياة الجنود وتضحياتهم من أجل الوطن. هذا المسلسل كان ناجحاً للغاية واستمر لعدة مواسم. لكن مثل أي قصة كان يجب أن تنتهي في وقت معين. القناة المنتجة رأت أن المسلسل وصل إلى نهايته الطبيعية بعد تقديم كل ما يمكن تقديمه. الجمهور تقبل هذا القرار بصدر رحب، لكن وداع المسلسل لم يكن سهلاً على عشاقه. وداع هذه المسلسلات الستة ترك فراغاً كبيراً في قلوب محب الدراما التركية. البعض من هذه الأعمال انتهى لأسباب منطقية، والبعض الآخر كان ضحية ضعف السيناريو أو تراجع نسب المشاهدة. الآن دوركم، ما هو المسلسل الذي حزنتوا على وداعه أكثر؟ وهل تتوقعون عودة بعض الأبطال في مسلسلات جديدة قريباً؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناة عشان نواصل تقديم أفضل محتوى عن الدراما التركية. أشوفكم قريباً.